التلحين بدون استخدام آلات موسيقية. نعم، يعني فكرة الأستاذ عبد الوهاب إنه ما يستخدم آلات. لا، لكن أصله يعني القرآن به أحكام في الغن والمد والقصر والحاجات اللي زي دي، أعتقد تتعارض مع يعني عظمة القرآن. يعني نفس التجويد الموجود في القرآن أنا بتهيأ إنه يعني يكفي. طبعا لأن الصوت هو نفسه نبرات، والإنسان كل الآيات اللي يطلعها دين ونهوان بدراسته بتاع كل الإنسان يعني متعلم. يعني نقدر نقول إنه القرآن ملحن. ملحن طبيعي. يعني الفكرة مو جديدة. لا، هي فكرة الصوت، هو الصوت نفسه طبعا فيه النغمات. أيوة. طيب فضيلة الشيخ، أنت بتسمع أغاني؟ نعم، بسمع أغاني كثيرة جدا. مين بيعجبك من المطربين والمطربات؟ والله أنا أسمع كل صوت جميل، وطبعا الصوت الجميل زيادة بسمعه من السيدة أم كلثوم، كوكب الشرق والغرب، سيدة الطرب. لأنه يمكن بتهيألي في بداية حياتك ما اتجهت رأسا للتلاوة. لا أبدا، أنا من مبدأ كنت يعني أمنيتي هي أن أكون قارئا، وكنت من الصغر وأنا أترنم في تلاوة القرآن.